قناة سفي ماروك 24 بكم نتقدم إلى الأمام. مرحبا بكم، فرجة ممتعة. الهدف ما جاش. ده ايوب الباك يمين، انت بص فين؟ ايوه، ما هو ده اللي احنا قلناه. لو فضل الشوط الاولاني هو بتلعب على لعبه واحده. صح. ايوب فرود جدا. هو ايوه فرود. صح. يعني من الحالات النادره اللي احنا نشوف فريق بيلعب بالتكتيك ده، اه. ان باك رايت فرود. على الورق، صح. لكن في الملعب والتكتيك اللي بيلعب بيه المدرب يعني بتلاقيه فرود. بص فرود تاني، يعني بص الكره اما الكادر يفتح اهو، بص صح. فين. ده اللي بيتقال عليه فولس سترايكر، اه. بس من باك. لكن من دي غريبه جدا. الاهم فضل عشان بس نقدر نحلل الهدف. التحركات يا صح. كريم هي اساس كل حاجه. انا قلت لك بين الشوطين التحرك لازم الوداد ده يتحرك اكتر من كده عشان يفتح اللعب، لان هو مساعد الرجاء اللي هو يرجع ويقف براحته، واكتر من صح. 2 و3 بتقف 5 خلاص انت ما فيش حلول. لكن السبب في الهدف التحرك. التحرك اللي انت اربك حسابات المدافعين ازاي يتحركوا وازاي يقدروا يقفوا، فهو ده نقطه لازم الناس تبقى واخده بالها. اللي الجول بيجي ازاي، وانت قلت لي سؤال وممكن يفكوا الشفره دي الفرقتين ازاي بغلطه. هو التحرك الراجل دوت، ما هو ده غلطه ان الناس ما راحتش معاه او ما حدش ماسك الراجل اللي رفع والكلام ده، فالجون دايما بيجي من خطا. فالخطا اللي الترجي مش واقفين صح، بس اللي مساعد على ده ايه؟ التحرك بتاع الوداد، وجاب الهدف. وكان بعد الهدف على فكره كان اسهل وقت الوداد كان يقدر يجيب فيه جون بعد الجون ده على طول، لانه ضيع كره في عارضه. لكن هم ارتاحوا، حسوا ان 1-0 احنا مش وحش. فابتدوا يرجعوا، فهدوا شويه، بس رجعوا بدري جدا يا حسني. ده انا استغربت له برضه. رجعوا بس بص بقى هنا يا كريم، معلش اقطع كلامك. بص التمركز ازاي الراجل اللي قلت لك ده خد، ده الراجل سفيان خلاص واخد الرؤيه. الراجل يا جماعه اللي فضل وانا مصرين على ايوب اللي عامله هو اللي عامل وجع قلب وصداع للمدافعين. انت اصعب حاجه في الكوره اللي جاي من ورا لقدام، اصعب حاجه في الكوره. ما تقدرش انت مش شايف، انت بتقطع من ورا لقدام. كل اللعيبه بتبقى عينيها فين؟ النوع اللي معظم زي ده، اللعيبه النوع اللي زي ده يلعب عادي في ماتش انا بقى مضغوط، يعني ماتش العوده انا الترجي نازل لي ليه حسبه ثانيه، نازل لي بقى العب بقى عادي ايوب ويحيى عطيه الله، ولا العبهم برضو؟ يعني قصدي يلعبوا ولا بلاش احسن؟ ولو هيلعبوا الادوار هتبقى مختلفه خالص. لا بالظبط هم يلعبوا. لا لان اللعيبه عندها خبره، لعيبه كبيره. يعني يحيى منطقي شويه، بس ايوب ده على طول طاير. لا ما بيرجعش. ما هو كل ماتش ليه السيناريو بتاعه. هو لعيب كبير النهارده مطلوب منه الحاله الهجوميه، دي حاجه استثنائيه عند لعيب مش موجوده في اي لعيب تاني. لكن هو عنده الحاله الدفاعيه كويسه جدا، بمعنى اللي هو لعيب يقدر يدافع كويس ويقدر يهاجم كويس. لكن المطلوب منه في مباراه العوده لا انا بدافع. بس هو خلي بالك، يعني هو في الحالات اللي زي دي هو في مسانده. خد بالك يعني هو النهارده مثلا هشام ابو سفيان تقريبا نص الماتش هو اللي بيغطي مكانه، صح كده؟ تمام. طيب في العوده بقى لا هيثبت. انا في اعتقادي الشخصي في مباراه العوده هيبقى ثابت بشكل 1000000%، باستثناء حالات هجوميه، حالات معينه استغل بقى فيها قدراته. واسامه مجرد انت مش هتلاقي اسامه زي النهارده، مش هتلاقي لعيبه الرجاء الترجي زي النهارده نهائيا. هيبقى في شراسه وفي هجوم، فانت بالتالي غصب عنك هتبقى واقف. لكن النهارده اسامه مثلا الكوره اللي احنا قعدنا نتكلم فيها كتير في الماتش هيبقى مركز 1000000% ومتوقع. وبعدين هو اصلا هتلاقيه معظم الكور عكس اللي احنا بنقوله النهارده على ايوب. هو اسامه ابو جره وهو ممكن يبقى عكس ايوب اللي هو يبقى جوه على طول، يبقى فروه تاني. فماتش يا كريم ليه سيناريوهات تاني، كل ماتش ليه سيناريو. النهارده السيناريو كان على الوداد، المباراه الثانيه على الترجي طبعا يبقى هو اللي مهاجم بشكل كبير جدا. والنهارده انا شايف ان الترجي في رساله كويسه جدا هو وصلها بعد احراز الهدف، ان هو يقدر في مباراه العوده. وضيع كتير الحقيقه النهارده. ثابت يعني اكد على كلامنا اللي هو مدي رياحيه شويه، ان 1-0 احسن من 2-0 احسن من ف1-0 ماتش السابق كان مازيمبي قدر اللي هو يكسب في ارضه 3. فهو عنده الثقه وعنده الدوافع ان خلاص اللعيبه عارفه هي ممكن تكسب الوداد في ملعبها اكتر من هدف. الوداد يهزم الترجي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف النهائي الدوري الافريقي بهدف سجله هشام ابو سفيان في دقيقه 59. مودي اعتقد بانه فوز منطقي بعد السيطره، او خلينا نقول انه كان الاستحواذ الاكبر بالنسبه للوداد، وكانت العرضيات كتيره، الفرص اكتر في الشوط الثاني بالذات، وبالتالي كان منطقي انك تسجل وسط جمهورك هدف على الاقل. منطقي، يعني هو فوز منطقي. سيبك من احداث المباراه،
بنتكلم عموما احنا كلنا كنا متوقعين ان الوداد كفرقه اقرب يعني اقرب طبعا، لكن المباريات دي يا كريم لما يجي لك فرصه لازم تسجل على طول. لو كان الترجي نجح في الدقيقه 5 زي ما شرحنا وفي الشوط الاولاني وبرده في الدقيقه 40 ان هو يجيب هدف، خلاص كانت المباراه تبقى صعبه على الوداد. ان هو كان هيفتح خطوطه فبالتالي يهاجم، الامور كانت تبقى صعبه جدا. لكن انت شفت الهدف كمان من بوسفيان. فريق الترجي هو بيدافع كويس، واقف قافل كل المساحات. يمكن كل الطريقه دي لازم يبقى فيه تصويبات، لازم يبقى فيه عرضيات، وبالتالي نجح بوسفيان ان هو يمكن لما استلم هو بيعمل عرضيه على فكره. بص هو استلم من جوه بيعمل عرضيه للبحري، يمكن حط كره بدماغه في القائم فهو بيعملها. خلاص الكره دي صعبه جدا على حارس مرمى. لما بتلاقي بتعمل اوفر في طريق الجون وكل الديفنس بتاعك مع المهاجمين بيقطعوا بتبقى صعبه جدا. عاوز رد فعل سريع قوي. فقدر بص يعني عاوز رد فعل سريع قوي. بص الطبيعي ان حد يلمسها، فهو لازم الهدف اللي برضه سجلوه في الاهلي في بالظبط في المغرب من السنه اللي فاتت. بالظبط كنت اقول لك. فهي صعبه، كره صعبه خداعه يعني. خداعه جدا. ان انت كحارس مرمى بتمشي مع الكوره وبعد كده رد فعلك سريع دلوقتي. فقدروا ان هم يسجلوا هدف، وفي كره اللي جت في القائم. طبعا المباريات نفس دي الفكره تقريبا يعني. نفس الفكره. بص المباريات دي عاوزه ما تضيعش. هتزعل لو يعني هتقلب. هتزعل طبعا. فهي قلبت. يمكن الكره الاولانيه احنا شرحناها، وشرحنا الكره في الدقيقه 40 برضو بتاعت رودريجو اللي عمل بدماغه. الوم بس على يمكن اسامه بوجره. دقيقه 5 دي لازم كانت تبقى جول. صح لازم يعني تفرق كتير جدا. انت كنت هتخلي ضغط غير طبيعي يا كريم. فانت مره واحده خلاص الوداد في جمهوره بيحاول من كل اتجاه، وهي دي ايه الكوره دي توقيفه. بص دايما الجون هدف تحرك، هدف قرار. بص استلام وحش قوي قوي. بس كان في ليا راي برضو معاك يا فضل، وانت برضو يعني ده مكانك. اتفضل. هل هو كان ممكن يلعبها لمسه واحده لو هو محضر من بدري وكان راح لها بدماغه؟ كانت ممكن تبقى سهله. بص لو في زاويه معلش لو كده أيوة معانا. لا لو نرجع بس الزاويه، لو هو محضر نفسه من بدري وجاي واخد القرار اللي انا هلعبها بدماغي، كانت سهله تبقى اي حاجه جول. ده اوبشن تاني يعني. انا بتكلم على ايه؟ انا ممكن يستلم وكل حاجه اهو. بص بالزاويه دي يا فضل، بص انا قاري اللعبه من هنا. انا كراجل جاي انا قاري الاوفر هيعدي خلاص، انا مستعد ان انا رايح. عشان كده هو تحضيره للكوره متاخر، فبالتالي لما جه استلم الطبه ديت خلاص هو اتفاجئ بيها. باللي انت بتقوله ده قطع من اللي مودي قاله لسبب بسيط، ان المسافه ما بينه وبين حارس المرمى مش كبيره قوي انه يعرف يستلم ويتحكم وينزلها ويحط. فكان انا معترض انه يحطها مره. لا معترض عليكم انتوا الاثنين. هقول لك ليه؟ احنا لا انا بقول لك انا بتكلم فني. صعبه جدا بص يا كريم لا هقول لك ليه. انت حسني قصده من لمسه واحده قبل ما تنط ولا بعد ما تنط؟ هي خلاص قبل ما تنط وانت رايح لها. بص مديها واحده وانت رايح لها تحت. حلو وانت رايح لها، يعني هي نطت وانت رايح لها. فلازم تعلى وتحطها. بالظبط. صعبه جدا ولو لمستها وانت بتروح لها بسرعه هتعلى. صعبه جدا. انا اقصد لو انت محضر. لا لو انت محضر نفسك من بدري، لان خدت وقت كتير جدا الكره من ناحيه اليمين، يعني اتنقلت ناحيه اليمين وخد مساحه الاوفر دي والوقت ده كله وانا جاي لوحدي. فانا محضر نفسي والكره جايه لي. لو انا عندي خلاص خدت بص خدت وقت كتير وبعدين هو لوحده هنا. بص انا لو متوقع بقى فضل هنا انا رايح للكره. عارف تعمل ايه؟ يعني انا ممكن اقول ان ممكن تتلعب كده، ممكن تستلم او تلعب. يعني احنا بنتكلم ان احنا ايه دايما لعيب الكره لازم ياخد قرار واحد. فهو هنا عقبال ما حضر وفكر كانت الكره طبت وما عرفش. ده اللي انا بقصده. انا وجهه نظري انا لو مكانه تستقبلها اسهل حاجه. لا بص اصل انت انك تروح خلي بالك ممكن تعلى، ممكن تلمس، ممكن على فكره يلمسها بدماغه فتعلى. هو خلي بالك الاثنين. بص بتكلم يا مودي. بص يعني خدها هنا على صدره الجول طلع. لا هو مش محضر. هو خلي بالك انت بتحكم بعد ما عمل. لا انا بتكلم اخدها استلمها زي ما انت بتقول. لا يستلمها لجوه. استنى بس اعيدها تاني. بص تاني. يعني انت قصدك ان هو كان يعدل جسمه. كريم الكره بتتلعب. انت جاي ومعكش حد انت شايف. لا اقف بقى هنا اقف بس يعني خلينا بس هنا. بص انت جاي شايف ان مفيش حد. خلاص فانت رايح هتاخد العرضه الثانيه. ماشي. اول ما تعمل اوفر اقف. بص اقف بقى هنا. اقف. خلاص هو لمح ان الاثنين هيشتركوا مع بعض. ممكن يلمسها. لازم ما ينفعش تجري عليه، لازم انت ممكن يلمسها فلازم تستنى توسع لنفسك. هو وسع لنفسه تمام مفيش مشكله. النقطه بقى ان انت وهي جايه خلاص نطت
انت مقدرها لازم تعلى عشان تستلمها لتحت وتستلمها في اتجاه المرمى مش لبره. ده اللي انا قصدي عليه. انا لو انا مكانه انا هعمل كده، هبقى بنط لها بستلم من فوق لتحت عشان ابقى مواجه للمرمى. هتجيبها جول يعني لو مكانه؟ هعمل كده، هستلمها لتحت. هو فضل لعيب كبير، والله ما اعرفش خد بقى. بالك، لعيب كبير. لو يعني عايز انت اللي تستلمها دلوقتي. تحكم. انا قبل ما تيجي كنت بسجد قبل ما اجيبها واروح جايبها جول. صح. ف مباراة صعبة، يعني مباراة الإياب راه غتكون صعبة على مباراة الإياب. فخاصنا حنا اللي كنا مضومينين، خاصنا ندوميني لو جو، خاصك تسجل، ما خصوش يتسجل عليك. المهم كان علينا الضغط اكثر من الادفيرسير، والحمد لله قدرنا نسجلوا وقدرنا ما يتسجلش علينا.